السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه احلى متابعين في الدنيا. هنعمل النهارده الغريبه باسهل وابسط طريقه بمقادير مظبوطه، مش هتفرش منك، طعمها بجد يجنن على الشعره. هقول لكم المقادير بتاعتها مظبوطه، وهقول لكم ازاي ان هي تطلع معاكي كده دايبه دوبان. هي اسمها غريبه، شايفين الجمال بتاعها؟ دايبه كده، يدوبك هي الواحده على قطمه بالظبط، تحطيها ما تلاقيهاش. مقاديرها سهله جدا وبسيطه. هنقول مقادير النص كيلو. اهم حاجه المقادير بتاعتنا تبقى بالجرام عشان تبقى معاك الغريبه مظبوطه. نص كيلو دقيق ويكون منخول كويس، معاهم بالظبط 250 جرام سمنه. سمنه بقى بلدي، خلطي ما بين السمنه البلدي والنباتي زي ما انت عايزه، بس تكون السمنه بتاعتك 250 جرام. لو عايزاها تبقى متماسكه اكتر شو اكتر، يعني شيلي كده منها 25 جرام. بعد كده حط عليهم 200 جرام من السكر البودر. واهم حاجه تنخلي وتكوني نخله الكلام دوت. وعايزه تحطي فانيليا، دي اختياري مش اجباري. هي دي مقادير الغريبه، بتبقى دقيق وسمنه وسكر بودر، والفانيليا دي اختياري مع رشه ملح. اول حاجه هنضرب السمنه مع السكر لما يدوبوا مع بعض كده وتلاقيهم وصلوا لقوام فلافي ابيض خالص. بعد كده هنزل بالدقيق بتاعي ويا دوبك الم العجينه. الغريبه ما بتتعجنش، يا دوبك لم العجينه بتاعتك وانت كمان بتلميها. حاولي توصلي للقوام بتاعك المظبوط. ممكن يكون معاكي الدقيق يحتاج معاكي تاني سمنه او حاجه، يكون نوع الدقيق بتاعك مختلف يعني، فيختلف معاك. اهم حاجه العجينه بتاعت الغريبه تكون طريه لينه جدا، بس ما بتلزقش في الايد، تكون ايه لينه جدا جدا. تيجي كده تعملي لها كوره كده تلاقيها طريه جدا معاكي. قوام الغريبة بيكون بالظبط حجمها حوالي 10 جرام، ما تكترهاش اكتر من كده عشان خاطر تستوى معاكي بسرعة. انا دخلت العجينة نص ساعة في التلاجة عشان تتماسك كويس جدا، وبعد كده هطلعها ان هي ايه اكورها. ابتدي ان انا اشكلها، وكل واحدة بالظبط بالميزان وزنتها واحدة واحدة 10 جرام. طب هنقول شوية نصايح كده عشان الغريبة تطلع معاكي ناجحة وما تفرش منك ولا اي حاجة. اول حاجه واهم حاجه السمنه بتاعتك تكون متماسكه، ما تكونش اللي هي سايحه خالص، لا تكون متماسكه. لو عندك سايحه دخليها التلاجة الاول تكون متماسكه كويس جدا. تاني حاجه العجينه ما بتتعجنش، يا دوبك بتلم العجينه بتاعتك، لان العجن الزياده بتاعها هتخليها تفرد منك ومش هتكون كويس. يا دوبك تشكلي كل الشكل، تكوري بس بسرعه كده الكوره وخلاص، ما تبدايش تكوري كتير كتير كده وتضغطيش عليها. ما تكوريش فيها كتير هتبوظ منك. تاني حاجة لو حسيتي ان العجينة بتاعتك معاكي يعني طرية زيادة قوي، ممكن تزودي معلقة دقيق صغيرة. لو لقيتيها العجينة معاكي طرية جدا، والفرن بتاعك درجة الحرارة يكون هادي على 160 ل 170، ما يعليش عن ال 170. لو الفرن حرارته عالية جدا هتفرش منك وتشقق على طول. ما بيتعملش فيها اي حاجة. ما بيتحطلهاش بيكنج باودر، ولا كمان الصاج بتاعك يكون سخن، الصاج بتاعك يكون ساقع. يعني انت مثلا لو انت عامله كميه ومحتاجه صواني، فانت طلعيها حطيها على الارض هتبرد بسرعه، ولما تطلع تروحي جايه عامله عليها شغاله فيها وحاطه فيها تاني. ما تحطهاش وهي فيها سخنه لانها هتفرد على طول. ما تطلعهاش وهي سخنه. خليها في الصينيه بتاعتها مكانها لما تبرد تماما، وبعد كده طلعيها. انا هنا طلعتها كانت يعني مش دافيه، بعد ما اول درجات ان هي بردت وتحسيها ان هي بدأت تفرول معايا او كده، لا تستني عليها لما تبرد تماما خالص. بعد كده طلعيها من الفرن. شايفين الجمال بتاعها؟ ما شاء الله تبارك الله، خطير. زينيها بأي حاجة عندك، باللولي، بالجبان، مستلزمات الحلواني، أي نوع مكسرات. مش عايزة تزينيها عايزاها سادة، ما فيهاش أي مشكلة. طريقتها سهلة وبسيطة، سهلة جدا تعمليها في البيت، وما تشتريهاش تاني من بره خالص، لأن هي سهلة وبسيطة. ولما هنعملها في البيت هتبطلي إن انتي تشتريها من بره خالص.